كان يا مكان، في أرض الدهب والنيل في قلب الحضارة اللي علمت العالم كله، اتولد طفل هيغير التاريخ كله. اسمه رمسيس، رمسيس التاني. رمسيس اتولد في حضن الملوك، وأبوه كان الملك سيتي الأول. ومن صغره شاف الحروب وشم ريحة المعابد، واتعلم ازاي يكون قائد لحد ما بقى ولي العهد وهو لسه 15 سنة. وهو عنده 25 سنة بقى ملك مصر. ومن أول لحظة بدأ يثبت للعالم كله إن مصر في أمان، وإن الملك المصري مش بيهزر. لكن أعظم اختبار لرمسيس كان في معركة قادش. راح يقاتل الحيثيين في سوريا واتفاجئ بكمين، الجيش اتفكك. لكن رمسيس ركب العربة بتاعته وهجم لوحده وسط الأعداء وحرك جيشه من تاني، وفضل يقاتل متالس ملك الحيثيين لمدة 15 سنة. لكن محدش في الطرفين قدر يهزم الطرف التاني. بعد المعركة الشديدة دي عمل مع الحيثيين أول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ، ورجع مصر مش بس كمنتصر، لا، لكن كدبلوماسي شاطر كمان. وكان رمسيس عاشق للبنى، بنى معابد وتماثيل ملهاش عدد، بس أشهرهم معبد أبو سمبل اللي نحته في الجبل، وعمل فيه تمثال لمراته الحلوة نفرتاري حب عمره. رمسيس عاش حوالي 90 سنة وحكم مصر لأكتر من 60 سنة. مفيش ملك مصري قديم حكم قده. لما مات اندفن في وادي الملوك، وجسمه لسه موجود وكأنه نايم، بيشهد على مجده لحد النهاردة. في الخمسينيات تمثال الملك رمسيس اتحط في ميدان باب الحديد، واتسمى الميدان باسمه ميدان رمسيس. وفي 2018 اتنقل التمثال للبهو الرئيسي للمتحف المصري الكبير. في السبعينات كانت مومياء الملك رمسيس اتعرضت للتدهور بسبب الفطريات، وكان لازم تسافر فرنسا علشان الخبراء اللي هناك يعالجوا المشاكل دي. والقانون الفرنسي بيحتم على أي شخص حي أو متوفي إنه ما يدخلش فرنسا إلا بجواز سفر. فأصدرت السلطات المصرية جواز سفر للمومياء، وكتبت فيه رمسيس الثاني ملك مصر. رمسيس الثاني ما كانش مجرد ملك، ده كان حكاية مكتوبة بالحجر. فرعون عاش وانتصر وبنى، وفضل اسمه عايش، علشان كده اسمه محفور في قلوبنا قبل الجدران.